اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي، ونتمنى إن شاء الله نلقاكم دايما بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الوصفة تاعنا اليوم هي تحلية باردة منعشة، وخاصة لمحبي الليمون. هاد التحلية حتجي بزاف بزاف بنينة وخفيفة، تبرد الخاطر، والميزة فيها انه سهلة التحضير. تفضلوا معايا نروحوا مباشرة الوصفة ديالها ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو بكريمة الليمون باش نخلوها تبرد. درت هنا في كاسرونة 4 مغارف تاع السكر، هنا كل وحدة والحلاوة تاعها. ونزيدو من بعد مغرفة تاع المايزينا، يعني مغرفة معمرة تاع المايزينا. ونزيدو هنايا مبشور الليمون باش يعطينا هذيك النكهة تاع الليمون. نزيدو معاه حبة بيض، ونديرو هنايا انا درت عصرت يعني نص كاس تاع الليمون، تقدروا ديروا كاس كومبلي. انا زدت له الماء يعني باش ما تجيكمش بزاف قاصحه وبزاف قرصه، يعني الكريمه تاعكم. فوالا، من بعد نضربوا كامل هذوك المكونات هكذا، نحلوا مليح هذاك البيض والمايزينا، يعني ديروا كلش بارد في بارد، ومن بعد نحطوها فوق النار حتى تغلي هذيك الكريمه ويذوب كلش وتبدا تعقد معاكم. هنا في هذه المرحله كان يزيد لها زبده، انا ما درت لهاش زبده، يعني تقدروا تستغناو عليها. درت لها هنايا عطر الليمون يعطيها اللون والنكهه، يعني يعطيكم لوغو تاع القارص ويزيد يعطيكم اللون باش ما تجيكمش بزاف كلير، وتعطيكم يعني هذيك الصفوريه تاع كريمه الليمون. هكذا من بعد نحطوها في تبسي هكذايا، ونفرغوا هذيك الكريمه باش نخلوها تبرد. نحطوها بجيح هكذا، نفرغوها. من بعد نغطيوها بالفيلم اليمونتير او كونتاكت، يعني باش ما يلحقهاش الهواء وما ديرناش هذيك القشره الفوقانيه. يعني هكذا نغطوها مليح، نلصقوها مليح مع الكريمه ونخلوها بجيه تبرد، يعني بلا ما تحطوها في الفريجيدار. هنا راح نوجد الكريمه تاع لا شونتيي. هنا درت كاس تاع شونتيي، كيما تقدروا ديروا كاس ونص تاع شونتيي، دو بريفيرونس ديروا كاس ونص الا كان بلاطو تاعكم كبير شويه كيما هذا اللي خدمت انايا. ودرت معاه فخوماج ريجيم، يعني علبه واحده تاع فخوماج ريجيم هكذا. ونزيدو هنايا 2 علب تاع تقدروا ديروا ياغورت ذوق سيترون، ولا ديروا كريم ديسير سيترون. ليسونسيال ديروا النكهه تاع الليمون. فوالا هكذا درت انايا 2 علب هكذا باش يعطيها لو تاع السيترون. فوالا، كيما تقدروا تستغناو على الياغورت هذايا وديروا الكريمه الليمون اللي درناها من قبل، ديروا يعني واحد 2 مغارف ديروهم داخل لا شونتيي. وزدت هنايا يعني شويه برك تاع لاغوم سيترون اللي درناها في كريمه السيترون، يعني كريمه الليمون. ونزيدوا معاه كاس حليب بارد، يعني يكون بارد بزاف، يكون تنحيتوه يعني من الكونجيلاتور. وهنا تبداو تضربوا الكريمه تاعكم. وشنو في هذه المرحله يعني كنصيحه، تقدروا تضربوا لا شونتي والحليب، يعني تسبقوا فيهم باش تطلع لكم تمتم لا شونتي، من بعد باش تزيدوا الفرomاج ريجيم وتزيدوا الياغورت، يعني دو بريفيرونس باش ما تعذبكمش يعني الكريمه وتقعد تطول باش تطلع لكم. دونك تسبقوا في الحليب ولا شونتي، من بعد تزيدوا المكونات الاخرى اللي زدناهم. فوالا، هنايا بعد ما طلعناها وشفتوا يعني القوام تاعها كيفاش جاي، يعني جا بزاف، يعني لازم يكون شويه ثقيل ما يكونش خفيف بزاف باش الديسير تاعكم يشد روحه عفوا. هنا جبت هذوك لي بودوار، انا درت هذيك لا مارك، وانتم ديروا اللي كان موجود عندكم يعني في المحل اللي قريب لكم، يعني نيمبورط كال بودوار. هنا راني نغطس فيهم في السيترون، يعني درت شويه قارص بالماء باش يزيد يعطيكم ذوق الليمون هكذا. وتستفوا كامل هذوك لي بودوار هكذا في البلاطو. القطر تاعو 20 على 30، دونك كيما قلت لكم البلاطو ديالي شويه كبير، كيما تقدروا ديروا بلاطو شويه صغير عليه. فوالا، هنايا دونك الا كان بلاطو شويه كبير ديروا كاس ونص تاع شونتيي، ما ديروش كاس واحد مش راح يكفيكم، دونك ديروا كاس ونص تاع شونتيي. فوالا هكذا، دونك درنا طبقات تاع لي بودوار وزدنا طبقات تاع لا كريم شونتيي هكذا، وتسقموها بلا سباتول.
من بعد نزيدو الطبقة الثانية تاع لي بودواغ هكذا، تشمخوهم في القارص والماء. كاين اللي يحب يديرهم في الحليب، يعني هنا لكم الاختيار، ديروهم يعني غطسوهم فاش حبيتو. فوالا بهذه الطريقة هكذا. الا كانوا رقاق ياخذوا لكم شويه بزياده، الا كانوا خشان باش راح ياخذوا لكم يعني علبه واحده راح تكفيكم. فوالا هكذا كملت سكمت كامل الوجه، يعني هذه الطبقه الثانيه هكذا. دونك تكملوا تسقموها بلا سباتول. من بعد هنا بعد ما تسقموا لها السطح تاعها تحطوها في الفريجيدير تبرد شويه، يعني او موا تشد روحها هذيك الكريمه. وهذه الكريمه الليمون تكون تاني بارده، يعني ما تخافوش منها. واش كي تنحوا لها الفيلم اليمونتير ضربوها مليح بالفوي، يعني باش تجيكم شويه ليس، باش كي تفرغوها في البلاطو ديالكم تجيكم ملساء والوجه تاعها يكون شباب. وتضربوا تفرغوها هكذا من الكوتي، من لي دو كوتي كاع، يعني كما يقولوا تمشوها. فوالا من بعد هنا كتزيين اختياري، ديروا يعني واش حبيتوا، شرائح تاع الليمون، تقدروا ديروا اي حاجه كانت عندكم موجوده في البيت. عفوا. وهنايا درت لها اوراق يعني تاع شجره القارص هكذا. فوالا الشكل النهائي تاع هاد التحليه. يعني شوفوا الوجه تاعها بزاف شباب. وشنو حطوها في الكونجيلاتور تجمد، لازم تجمد تشد روحها باش تقدروا تقطعوا القطع تاعكم ويجوا شادين روحهم. اذا حطيتوها يعني في الفريجيدير تبرد شويه وتجوا تنحوها ما تعطيكمش يعني نتيجه شابه. دونك لازم تبرد مليح او موا 3 سوايع وهي في الثلاجه، ولا تحطوها شويه في الكونجيلاتور تجمد شويه، من بعد تقطعوا القطع تاعكم. دونك يعني هذه النصيحه الاولى. وشنو انايا يعني صراحه ما خليتهاش طولت بزاف، يا ربي بردت لي غير شويه نحيتها. دونك ما شدتش روحها بزاف. انتوما خلوها يعني بعقلها. دونك نحيت القطعه الاولى كما تعرفوا دائما الاولى تجي تتعوج كي تنحوها. هذه القطعه الثانيه تاع الوسط تجي يعني ما شاء الله تجي شابه، وتقدري ترفديها بكل سهوله. وكما راكم تشوفوا التحليه تاعنا جات ما شاء الله. يعني واش نقول لكم، جربوها جربوها وراحين راح تولي لكم ادمان هذه التحليه. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه ونالت اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك والكومونتير وتفعيل الجرس ليصلكم كل الجديد. ما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المشاهده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.